هنعمل النهاردة قشطة الأفران مع بعض. طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة تعمليها وانتي واقفة، وبجد ما بتاخدش وقت خالص. وحاجة كده عايزة اقولك دايبة، يعني اللي سماها قشطة ما كدبش فعلا، لانها بجد والله دايبة كده زي القشطة فعلا. وطعمها حلو قوي بقى مع كوباية شاي باللبن كده الصبح او في العشاء كده، بجد تحفة. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا كده الفيديو بتاعنا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هنعمل حاجه كده للفطار مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه لبن كده الصبح. الشتا ده عايز الدفى كده. هنعمل قشطه الفران اللي احنا بنجيبها من الفران اللي اسمها قشطه كده زي القرص كده. هنعملها بطريقه حلوه قوي، وتعالوا سهله وبسيطه خالص. تعالوا بقى يلا اقول لكم المقادير بتاعتها. المقادير بتاعتنا ايه؟ معايا 100 جرام سمنة كوباية صغيرة او نص كوباية كبيرة، ومعايا 200 جرام حليب كوباية كبيرة، ومعايا نص كيلو دقيق، ومعايا 30 جرام سكر، معايا 5 جرام بيكنج باودر، رشة ملح، 10 جرام خميرة، معايا 10 جرام سمسم. هكتب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف بالجرام والكوباية. هحط في العجان او في اي بولة تعجني بايدك الحليب مع السمن مع الخميرة مع السكر، وهديهم ضربة خفيفة كده. شغل عليهم العجان كده يدوبوا كده بسيط. طبعا هي السمنة اصلا كده كده سايحة. طبعا لو مفيش عجان عجيني بايدك، مفيش اي مشكلة، هتدوبيهم كده بايدك. وبعد كده هننزل بالدقيق بتاعنا. دقيق قد ايه؟ ده نص كيلو، مش هنزل بيه كله. سبت حوالي 130 جرام كده، وزنتهم بعد ما خلصت. وهنزل بالسمسم والبيكنج باودر ورشة الملح، وهبدأ اعجنهم بقى. طبعا الدقيق بيختلف، لو احتاجت الدقيق ده هحطه، لو ما احتاجتهوش خلاص تمام. انا عندي بصراحة ما احتاجتش الدقيق كله، فوزنت الحبة اللي انا شلتهم طلعوا 130 جرام بالظبط كده. شلت من نص كيلو 130 جرام، تمام كده. فالدقيق بيختلف من عندي لعندك. هعجنهم بقى كويس لحد ما العجينة تبقى معايا ملساء كده. ده الدقيق اللي انا شلته وانا وزنته لقيتهم 130 جرام. ممكن انتي الدقيق بتاعك يختلف، تحتاجيهم. طبعا ممكن ما تحتاجهمش، فانتي تحطي بقى ما تحطيش الدقيق مرة واحدة عشان ما تزوديش سوائل. هاجي بقى خلاص اتعجنت معايا وبقت عجينة حلوة اهي. هبقى افركها كده على الرخامة بتاعتي. اديها بقى فركتين كده لحد ما انعم العجينة معايا. لو انتي بقى وصلتي لحد هنا ما تنسيش لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو انتي اول مرة تشوفيها. هديها فركتين كده بقى على الرخامة بتاعتي، ويعني بلين العجينة كده شوية. مش شرط يعني ان انتي عجنة في عجين، لا، لازم بعد برضو ما تخرجيها تفركيها كده بايدك. هحطها كده في البولة بتاعة العجان، واغطيها بستريتش راب، وفوقيها اي صينية كده، واسيبها لمدة نص ساعة. طبعا بعد النص ساعة كانت ما شاء الله ارتاحت اهي ورفعت شوية. احنا خدوا بالكم لسه هنخمرها تاني. طبعا لو انتي في الصيف هتسيبيها ترتاح ربع ساعة، عشان احنا في الشتا، فانا سبتها ترتاحت نص ساعة. وهقسطها كده طواق، وبعد كده هقطعها بقى لكور. كل كورة قد ايه الحجم؟ هيبقى 40 جرام. ويميها بقى بعينك، عندك ميزان وزنيه، يعني تبقى حجم القرصة 40 جرام. لو عندك ميزان وزنيه، ما عندكيش ويميها كده بايدك. يعني تبقى بحجم الليمونة الكبيرة كده. بس بقى هكور الكمية بقى دي كلها، وتعالوا هقولكوا هنعمل ايه تاني. خلاص انا بعد اهو ما كورت القرص بتاعتي، يلا بقى تعالوا علشان نفردها. عندي بقى حطيت الصاج اهو، مش دهنه اي حاجه. وهفرد بقى القرصه بتاعتي، ما تخليهاش تخينه علشان ما تتكتمش وتكلتم منك. عايزاها تبقى سمكها يعني هوريكي السمك اللي انا عايزاه دلوقتي اهو، زي ما واضح كده في الفيديو. مش عايزاها تخينه لانها طبعا لسه
هترفع معاكي، لسه هتسيبيها تريح ولسه هتنفخ طبعا في الفرن، فعشان ما تبقاش تخينه قوي، تبقى يعني سمكها حلو كده علشان لما تيجي تاكليها تبقى دايبه وجميله كده. حاولي بقى ان انتي تخليها كلها دواير كده حجم بعضها، علشان تبقى حجم القشطايه كده حلو. بجد والله ما اكدبش، اللي سماها فعلا قشطه، لانها يعني بجد حاجه كده دايبه كده في الشاي باللبن او في البق كده، من غير شاي ومن غير اي حاجه. اذا تاكليها بقى كده بجبنه الصبح، بشاي، باي اللي انت عايزاه، بس بجد تحفه، طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. وانا كمان يعني انا حطيت سمنه بلدي او سمنه فلاحي، فكانت الريحه بقى تخيلوها انتوا فظيعه، بجد حلوه قوي. جربوها ان شاء الله والله هتعجبكم قوي على ضمانتي. هنا خلاص اهو، خلصت بقى الكميه كلها. هجيب بقى شوكه واخرم بقى كده القرصه بتاعتي، هخرمها من فوق كده علشان ما تنتفخش، انا مش عايزاها تنتفخ قوي في الفرن، فهخرمها كده من فوق. تمام كده، شايفين سهله ازاي وما خدتش وقت والله معايا خالص. هي بس في الاول بتسيبيها ترتاح نص ساعه، وبعد كده بتريحيها لمده ساعه. ده في الشتاء. لو في الصيف ربع ساعة في الأول، ونص ساعة في بعد ما بتشكليها. خلاص انا خلصت الكمية كلها اهو، هسيبها بقى ترتاح لمدة ساعة لو احنا في الصيف، لو احنا قصدي عفوا لو احنا في الشتاء، ولمدة نص ساعة لو انتي في الصيف. تمام كده، يبقى ساعة لو احنا في الشتاء، لان طبعا الجو ما بيخمرش العجينه على طول. هنا بعد ما اختمرت بقى، بعد ما سبتها لمده ساعه، لان احنا في الشتاء طبعا، لو في الصيف لمده نص ساعه. هنسويها في فرن يكون ناره عاليه، يعني درجه حراره 190. نسخن الفرن الاول ونحطها في الرف اللي في الوسط تاخد لون، وبعد كده نشغل الشوايه عليها تاخد لون بس من فوق. تمام كده. طب لو احنا بتقعد قد ايه في الفرن؟ حوالي 8 دقايق علشان ما تنشفش منك. طب لو انا عايزاها ناشفه، اشغل الفرن على درجه حراره 140، على نار هاديه خالص لحد ما تنشف معاكي في الفرن، وهوريها لكم لما تخرج. شايفين هنا بقى كانت خرجت، عايزه اقول لكم والله ريحتها وطعمها تحفه. تمام، يعني احنا بقى دلوقتي هنسخن نشغلها الفرن على درجة حرارة 190 في الرف اللي في الوسط لمدة 8 دقايق، تاخد لو خدت لون من تحت نديها لون من فوق لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده ونخرجها على طول. عايزينها ناشفة، هيبقى نهدي الفرن على درجة حرارة 140، وتسيبيها بقى تستوي على نار هادية خالص لحد ما تاخد طبعا اللون اللي انت عايزاه، والقوام بقى ناشف طري براحتك خالص. وهنا بقى اهو كانت بقى الكمية بتاعتي اللي انا عملتها، بجد طعمها حلو قوي مع الشاي بلبن. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. معلش بعتذر عن نزول فيديو البسبوسه، لان كنت وعداكم ان انا هنزلها وما نزلتهاش لسبب ما يعني، وان شاء الله هنزلها لكم قريب باذن الله. لو انت بقى اول مره تشوفي القناه، ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير للفيديو علشان ترفعي لي الفيديو بتاعي ان شاء الله. وجربي الوصفه دي على ضمانتي والله ناجحه جدا جدا، ومن اول مره هتعرفي تعمليها. يلا اسيبكم بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.